فيديو النهارده بقى لكل عشاق السينابون، هخليكي تعملي سينابون احلى واطعم وانجح من سينابون نفسه من البراند الاصلي. وهنحط كده شويه صوصات كده تحفه عليه، وهقولك السر الخطير بتاع الصوص، وهقولك ازاي تطلعي السينابون بالشكل ده والتسويه تكون مظبوطه. والسر كله في حاجه واحده بس. اول حاجه نوع الدقيق بيفرق جدا. نوع الدقيق السينابون يا جماعه بيحتاج دقيق عالي الجلوتين، بيحتاج دقيق عالي الجلوتين او عالي البروتين، او دقيق عرقه قوي او عرقه شديد. انا النهارده عشان عندي دوبيلا كنت جايباه مخصوص بصراحه للسينامون، هستخدم لان فيه نسبه البروتين 13.7. ما عندكيش دوبيلا مفيش مشكله، هتروحي المخبز تقولي له عايزه نص كيلو دقيق مخبوزات او دقيق عرقه شديد هيديكي على طول. هحط على الدقيق بقى ربع معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره مليانه او نص باكت بيكنج باودر. دي المكونات الجاف. حطيت الدقيق وشويه ملح صغيرين ومعلقه صغيره بيكنج باودر. اخلط المكونات السايله مع بعض، وفي الوقت ده كنت مجهزه مكونات الجاف قصدي مع بعض. وبعد كده كنت مجهزه جنبي المكونات السايله اللي هنعمل منها العجينه التحفه دي. عجينه فلافلي وهشه جدا. كوبايه لبن دافي، بس انا بعد كده ضفت كمان ربع كوبايه وانا بعجن. حسيت ان العجينه محتاجه ربع كوبايه فضفت لها، يعني يعتبر كوبايه وربع لبن دافي، معلقتين كبار سكر، بيضه بدرجه حراره الغرفه. اللبن يكون دافي، البيضه ما تكونش طالعه متلجه مباشره عشان احنا في الشتاء عايزين حاجه تخمر بسرعه والخميره تشتغل معانا بسرعه وتاخدش وقت كبير. كام نقطه فانيليا كده من النوع ده او اي فانيليا عندك انت بتحبيها، وباكت كامل خميره فوريه. الباكت ده تقريبا 12 جرام، انا بستخدمه كله على النص كيلو دقيق. هقلب كده المكونات السايله مع بعض كويس جدا بحيث ان السكر يدوب تماما عشان مش يخرز في قلب العجينه. وربع كوبايه زبده، انا مستخدمه زبده نوع كويس، يفضل بتستخدمي زبده نوع حلو اللي بيدي التيست عالي. انا مستخدمه المراعي. ماشي، يبقى كده ضفنا كل المكونات السائله مع بعض وقلبناها كويس، ونتاكد ان السكر داب تماما، خاصه لو السكر بتاعي كان نوع خشن. بعد كده بقى هضيف المكونات الجافه وهبتدي اعجن او الم العجينه. عجينه السينابون او عجينه الدونات لازم يتعجنوا كويس جدا لمده لا تقل عن 8 دقايق، يا بالعجان يا بايدك مفيش اي مشكله. المهم ان انت تعجنيها كويس جدا جدا لمده لا تقل عن 8 او 10 دقايق، لحد ما تلاقي ان العجينه فصلت من البوله، ما بقتش بتلزق وبقت مرنه كده وطريه بالشكل ده. عجينه تحفه، عجينه تحفه. ابتدي بقى لميها كده على بعضها وغطيها بقى ببلاستيك راب او بكلينج فيلم ودخليها الفرن تخمر. لازم تكون تتغطى كويس وندخلها الفرن تخمر. ممكن تولعي الفرن وتطفيه 5 دقايق مجرد ان هو يتدفى بس، وتدخليها وهي متغطيه الفرن. ممكن تسيبيها وهي متغطيه في الفرن عادي هتخمر برضو، يعني هي خمرت مني في ساعه ونص تقريبا. لو ما ولعتلهاش الفرن ممكن تاخد منك ساعه، ساعه ونص. ممكن حتى تكوني مشغله الفرن فوق والعجينه جوه في قلب الفرن هيوصل لها برضو دفى وهتخمر. بص بقى العجينه خمرت وعليت ازاي. لازم تكون متغطيه عشان وشها ما يشقاش ولا يعمل قشره. يلا بقى نفرد العجينه. انا فكره انا ما حطيتش دقيق ولا اي حاجه وانا بفرد لان العجينه مش محتاجه، هي طريه بس مش بتلزق ومعجونه كويس جدا. ماشي، هبتدي بقى افردها كده كويس من كل جنب. راعي ان وانت بتفرديه يكون كل القطع قد بعضها، يكون سمك العجينه واحد، ما يكونش قطعه رفيعه وقطعه سميكه، عشان لما تيجي تقسطيها تبقى شكلها حلو في الاخر وتاخد سوا واحد ويبقى شكلها منتظم في قلب الصينيه. هاتي بقى معلقه كبيره زبده طريه وافرديها كلها على العجينه، ومعلقه كبيره سكر وزعيها على العجينه كلها، وشويه قرفه وشويه كاكاو خام. انا بحب اضيف شويه كاكاو خام كده مع القرفه. يبقى فردنا بايه؟ بالزبده وبالسكر وبالقرفه. ممكن تستخدمي نسكويك، الناس اللي مش بتحب القرفه تستخدم نسكويك بيبقى حلو جدا، جربته مره. هبتدي كده ارول العجينه بالشكل ده او الفها بالشكل ده، وراعي ان انتي وتلفيها تبقى شكلها منتظم. ابتدي قفلي العجينه كويس جدا جدا على بعضها عشان ما تفتحش منك في الفرن. بصي انا قفلتها ازاي، ما خدتش وقت خالص. ابتدي بقى قسطيها كده قطع متساويه. ابتدي قسطيها كده بالنظر كده، او ممكن تجيبي مسطره وتقيسي بيها
انما انا مش مشكله، انا عارفه الشكل الحجم اللي انا محتاجاه، فانا عارفه ما احتاجتش مسطره ولا حاجه. انت ممكن تجيبي مسطره تقيسي بيها. قطعي بقى او قسمي كده كل القطع قد بعضها بالظبط. لازم وضروري تدهني الطاجن او اللي هتعملي فيها هتسوي فيه، او الصينيه، او اي حاجه تسوي فيها، ورقه زبده مدهونه بقطعه زبده. انا فرشت ورقه زبده ودهنتها دهنه زبده خفيفه، بتفرق جدا على فكره، بتخلي السينابون في الاخر يطلع كل قطعه بقطعتها، مفيش حاجه بتلزق في الصينيه نهائي. ما تستغنيش عن الخطوه دي. دهنتها دهنه زبده خفيفه وشوية لبن، وهغطيها واسيبها ترتاح تاني. في الوقت ده هعمل الصوص الخطير بتاعي. سكر بودر، لبن بودر. هحتاج سكر بودر، لبن بودر، شوية لبن صغيرين، يعني تقريبا ربع كوباية لبن. لو عندك كريمة خفق بتاع الحلويات حطي. انا كان عندي وايت شوكليت متبقية من كنت عاملة حاجة كده، متبقي مني وايت شوكليت فاستخدمتها، وكم نقطة كده فانيليا. بالنسبه للجبنه بقى، عشان الجبنه دي عامله قلق جامد، انا زمان كنت بستخدم كيري، دلوقتي بستخدم المراعي. اعتقد ان المراعي معانا يعني هي افضل حاجه. استخدمي اي نوع جبنه كريمي انت عايزاه، في دومتي وفي حاجات كتير طبعا جبنه كريمي، انا بحب النوع ده. هبتدي اضرب المكونات دي كلها مع بعض كويس، ما خدتش مني 3 دقايق ضرب، لحد ما اوصل لقوام ناعم وكريمي جدا. هي كريمه قد ايه ريتشي، مش عايزه اقولك طعمها خطير. بصي قوام الكريمه عامل ازاي، تحفه. قوام متوسط السمك يعني. انا حطيت قطعة هنا زبدة صغيرة جدا، عشان مش بحب الزبدة تبقى كتير في الصوص بصراحة يعني. حطيت يعتبر نص معلقة بس. دخلته الفرن درجة حرارة 250، اعلى درجة حرارة عندك. دخليه الفرن رف اوسط، وتابعيه، مش هياخد منك اكتر من 15 دقيقة في الفرن. درجة حرارة عالية جدا، الفرن شغال من تحت والفرن يكون سخن. اعلى درجة حرارة عندي، دخلته الرف الاوسط وتابعته، ما بياخدش اكتر من 15 دقيقة ويكون جاهز. لو احتاجتي تولعي الشواية في الاخر، هتحتاجي تولعيها دقيقة بس كده، بحيث ان هو ياخد وش في الاخر بس. لكن طريقة التسوية المظبوطة، اوعي تسيبيه في الفرن كتير. لو سبتيه في الفرن كتير واخد منك وقت على درجة حرارة هادية، هينشف منك ومش هيكون في لافلي زي ما انا وريتهولك في اول الفيديو. في الوقت ده ما كنتش عندي وقت ان انا اعمل صوصات، فاشتريت بقى صوصات جاهزة. حطيت صوص شوكولاتة وصوص كراميل، انما الصوص الابيض عملناه مع بعض، وده احلى صوص واحلى سينابون واحلى طريقة انا عملتها. مش عايزه احكي لك على النعومه بتاعته والهشاشه وسواه من تحت. كنت عايزه اوريكي سوا السينابون من تحت قد ايه مظبوط وخطير. ما تنسيش بقى تعملي لايك وتشتركي في القناه لو عجبك الفيديو.